النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل طريقة للكشري الاسكندراني في البيت بطريقة سهلة جدا جدا زي ما احنا متعودين مع بعض. اكلة حرشة اقتصادية ومشبعة جدا وكلنا بنعشقها. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي حلة على البوتاجاز كده سخنت، نزلت فيها بالزيت وهحط لها معلقة سمنة. عايزة تحط سمنة بلدي براحتك، سمنة نباتي براحتك. انزل كده ببصلة ناعمة، يستحسن تكون بصلة بيضة علشان ما تظهرش في الوصفة بتاعتنا. البصلة طبعا مش هنحمرها ولا نصفرها ولا تاخد لون، هي بس هندبلها كده، وبعد كده هننزل عليها بالرز المصري المغسول. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده البصلة اتدبلت معانا، هننزل عليها بقى بالرز بتاعنا المغسول. هقلب الرز كويس جدا، لازم الرز يتغلف بالمادة الدهنية كلها علشان يطلع مفلفل كده وجميل. اهم حاجة في الوصفة دي تقليبة الرز مع كده السمنة والزيت والبصل المتدبل. عندي كده كوباية عدس اصفر غسلتها وحطيتها كده على الرز. الكشري الاسكندراني ده جميل جدا وكلنا بنحبه، وصفة اقتصادية وسهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو يا حبيبتي ما تبخليش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضفت المية والملح، وهنزل كده بمعلقة كبيرة كركم، دي اللي بتخلي لونه كهرماني كده وجميل، ونص وربع معلقة كمون ناعم، ونقلب ونسيب الرز بتاعنا بقى يتشرب كده ويتلدن ويستوي علشان نقدمه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. خلاص الرز بتاعنا هو استوى، وقدمته كده مع بيض مسلوق ومدحرج كده، وبطاطس صوابع محمرة، وفلفل الياه برضو، شرايح طماطم وخيار، وطبعا فاتح الشهية البصل الاخضر. وصفة جميلة واقتصادية وسهلة وكلنا بنحبها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واترككم في رعاية الله وامنه.